أفضل 50 مسلسل مصري على منصة يوتيوب. في الفيديو ده هشارك معاكم قائمة مميزة بتضم أفضل 50 مسلسل مصري كامل على اليوتيوب، وكل المسلسلات هنا صدرت ما بين 2010 لحد 2019، وده لأن كل المسلسلات اللي بعد 2019 أغلبها مش موجودة على اليوتيوب، واللي أقدم من 2010 أكيد كلنا سمعناه على التلفزيون. بس في البداية برشح ليك موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضه تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ قيمتنا. رقم واحد معانا هو مسلسل رحيم. المسلسل من بطولة ياسر جلال ومحمد رياض ونورا اللبنانية وطارق عبد العزيز. المسلسل تصنيفه دراما وجريمة. ورقم اتنين معانا مسلسل هذا المساء. المسلسل من بطولة إياد نصار وأحمد داوود وأروى جودة ومحمد فراج وحنان مطوع وأسماء أبو اليزيد. المسلسل تصنيفه دراما واجتماعي. رقم ثلاثة مسلسل صاحب السعادة. المسلسل من بطولة عادل إمام ولبلبة ومحمد إمام وأحمد عيد. المسلسل تصنيفه كوميدي ودراما اجتماعية. ورقم أربعة مسلسل الزيبق. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز وشريف منير، وتصنيفه هو دراما وتشويق وإثارة وأكشن. مسلسل الخروج. المسلسل من بطولة ظافر العابدين وشريف سلامة ودرة، وتصنيف المسلسل هو دراما وتشويق وإثارة وجريمة. مسلسل السبع وصايا. المسلسل من بطولة رانيا يوسف وهيثم أحمد زكي وهنا شيحة وصبري فواز وأيتن عامر ومحمد شاهين وناهد السباعي وأحمد فؤاد سليم. المسلسل تصنيفه دراما. مسلسل أبو عمر المصري. المسلسل من بطولة أحمد عز وفتحي عبد الوهاب وإيمان العاصي وأروى جودة، والمسلسل تصنيفه دراما وأكشن وإثارة. مسلسل حق ميت. المسلسل من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم وأحمد عبد العزيز، والمسلسل تصنيفه درامي. مسلسل خلصانة بالشياكة. المسلسل من بطولة أحمد مكي وهشام ماجد وشيكو ودينا الشربيني، وتصنيف المسلسل كوميدي. مسلسل اختفاء. المسلسل من بطولة نيلي كريم ومحمد ممدوح وهشام سليم، وتصنيف المسلسل هو دراما وغموض. مسلسل نيلي وشريهان. المسلسل من بطولة دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، وتصنيف المسلسل هو كوميدي. مسلسل جبل الحلال. المسلسل من بطولة محمود عبد العزيز ووفاء عامر وطارق لطفي، والمسلسل تصنيفه دراما. مسلسل تحت السيطرة. المسلسل من بطولة نيلي كريم وظافر عابدين وهاني عادل ومحمد فراج، وتصنيف المسلسل هو دراما. مسلسل كلبش. المسلسل من بطولة أمير كرارة ومحمد لطفي وريم مصطفى ومحمود البزاوي. المسلسل تصنيفه دراما وتشويق وأكشن. مسلسل بنت اسمها ذات. المسلسل من بطولة نيلي كريم وباسم سمرة وأحمد كمال وانتصار، والمسلسل تصنيفه درامي واجتماعي. مسلسل مأمون وشركاه. المسلسل من بطولة عادل إمام ولبلبة ومصطفى فهمي وخالد سرحان، والمسلسل تصنيفه كوميديا ودراما واجتماعي. مسلسل أيوب. المسلسل من بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر ومحمد لطفي ودياب، المسلسل تصنيفه دراما. مسلسل الرجل العناب. المسلسل من بطولة هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي وصلاح عبد الله وانتصار وإنجي وجدان، المسلسل تصنيفه خيال علمي وكوميديا هزلية. مسلسل زودياك. المسلسل من بطولة إنجي أبو زيد وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ومحمد مهران، المسلسل تصنيفه إثارة ورعب. مسلسل دهشة. المسلسل من بطولة يحيى الفخراني ويسرى اللوزي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي، المسلسل تصنيفه دراما. مسلسل كفر دلهاب. المسلسل من بطولة يوسف الشريف ومحمد رياض وروجينا وأحمد سعيد عبد الغني، المسلسل تصنيفه رعب وإثارة. مسلسل ونوس. المسلسل من بطولة يحيى الفخراني ونبيل الحلفاوي وهالة صدقي ومحمد شاهين، وتصنيف المسلسل هو دراما. مسلسل العهد. الكلام المباح. المسلسل من بطولة غادة عادل وآسر ياسين وشيرين رضا وكندا علوش وهنا الشيحة، المسلسل تصنيفه غموض وخيال وتشويق وإثارة. مسلسل لا تطفئ الشمس. المسلسل من بطولة ميرفت أمين ومحمد ممدوح ورام عبد الغفور وأمينة خليل وأحمد مالك وجميلة عوض، والمسلسل تصنيفه دراما واجتماعي. مسلسل جراند أوتيل. المسلسل من بطولة عمرو يوسف وأمينة خليل وأحمد داوود ومحمد ممدوح وأنوشكا، المسلسل تصنيفه غموض وإثارة. مسلسل وش تاني. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي وسوزان نجم الدين، المسلسل تصنيفه دراما اجتماعية وإثارة. مسلسل رمضان كريم. المسلسل من بطولة روبي وسيد رجب ورهام عبد الغفور، المسلسل تصنيفه دراما وكوميديا اجتماعية.
مسلسل الصياد. المسلسل من بطولة يوسف الشريف ومي سليم وأحمد صفوت وإيناس كامل. المسلسل تصنيفه دراما وغموض. مسلسل ليالي أوجيني. المسلسل من بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل وإنجي المقدم وانتصار. المسلسل تصنيفه دراما ورومانسي وتاريخي. مسلسل فرقة ناجي عطا الله. المسلسل من بطولة عادل إمام وأنوشكا وعمرو رمزي ونضال الشافعي. المسلسل تصنيفه تشويق وإثارة ومغامرات وكوميديا. مسلسل سجن النساء. المسلسل من بطولة نيللي كريم ودرة وروبي وسلوى خطاب وأحمد داوود. المسلسل تصنيفه دراما. المسلسل شهادة ميلاد. المسلسل من بطولة طارق لطفي وصلاح عبد الله وإنجي المقدم. والمسلسل تصنيفه إثارة وتشويق. مسلسل المواطن إكس. المسلسل من بطولة يوسف الشريف ومحمود عبد المغني وإياد نصار وأمير كرارة. والمسلسل تصنيفه دراما وغموض. مسلسل عوالم خفية. المسلسل من بطولة عادل إمام وهبة مجدي ومي سليم وفتحي عبد الوهاب وصلاح عبد الله وبشرى. المسلسل تصنيفه دراما وغموض وكوميديا. مسلسل نيران صديقة. المسلسل من بطولة منة شلبي ورانيا يوسف وعمرو يوسف وكند علوش وظافر عابدين ومحمد شاهين. المسلسل تصنيفه دراما. مسلسل الوصية. والمسلسل من بطولة أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى. والمسلسل تصنيفه كوميدي. مسلسل لعبة إبليس. المسلسل من بطولة يوسف الشريف وشيري عادل وتصنيفه هو تشويق وإثارة. مسلسل الشوارع الخفية. المسلسل من بطولة ليلى علوي وجمال سليمان وحورية فرغلي وسام العدل وتصنيف المسلسل هو دراما. مسلسل أهو ده اللي صار. مسلسل من بطولة روبي ومحمد فراج وأحمد داوود وسوسن بدر وأروى جودة. المسلسل تصنيفه دراما وتاريخ. مسلسل رقم مجهول. المسلسل من بطولة يوسف الشريف وشيري عادل ومحمود الجندي وإدوارد. المسلسل تصنيفه دراما وجريمة وتشويق وإثارة. مسلسل أهل كايرو. المسلسل من بطولة خالد الصاوي وكند علوش ورانيا يوسف. والمسلسل تصنيفه دراما وتشويق وإثارة. مسلسل الإكسلانس. المسلسل من بطولة أحمد عز ونور وأحمد رزق وصلاح عبد الله وإيمان العاصي. المسلسل تصنيفه دراما وغموض. مسلسل الهروب. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ودلال عبد العزيز وتصنيفه هو دراما وأكشن. مسلسل طايع. المسلسل من بطولة عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسهير المرشدي. المسلسل تصنيفه دراما وأكشن. مسلسل أفراح القبة. المسلسل من بطولة منى زكي وجمال سليمان وإياد نصار وصبا مبارك ورانيا يوسف. المسلسل تصنيفه دراما. مسلسل بعد البداية. المسلسل من بطولة طارق لطفي ودرة وخالد سليم وفاروق الفيشاوي. المسلسل تصنيفه دراما وتشويق وأكشن وإثارة. مسلسل عايزة أتجوز. المسلسل من بطولة هند صبري وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم. المسلسل تصنيفه كوميديا ودراما اجتماعية. مسلسل زي الشمس. المسلسل من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وأحمد داوود وريهام عبد الغفور. وتصنيف المسلسل هو دراما وغموض وتشويق. مسلسل 30 يوم. المسلسل من بطولة آسر ياسين وباسل خياط ووليد فوزي ونجلاء بدر. المسلسل تصنيفه دراما وجريمة وتشويق. ونيجي لآخر مسلسل معانا في القايمة وهو اسمه مؤقت. المسلسل من بطولة يوسف الشريف وشيري عادل وزكي فطين عبد الوهاب. المسلسل تصنيفه أكشن وإثارة وغموض. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو. فلو وصلتوا معايا لحد هنا أحب أقولك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتقول لنا إيه أكتر مسلسل عجبك على اليوتيوب. وسلام.